فكرت كده في اكل الحمام. يلا بينا ناكله. بص يا عيني، هو ايه جعان النهارده. نبدا باللي تحتيه زغاليل، حتى الميه خلصت. ماشي، نبدا بالميه. انا باخد شويه كده، بعمل بايدي. هم عايزين يتغسلوا على يوم ايه الحد ان شاء الله، نبتدي نغسلهم. تمام، اهي ننضفهم ونحط كمان هنا ادي كبشة 2، وهزود نص. ليه بقى؟ هقول لكم يا شباب ليه. لاني القص ده شغل الاضاءة باينة، القص ده تحتيه زغاليل، والزغاليل خلاص يعني ايه ريشت، يعني 5 ايام كده وتتقطف اهو. شايفينهم اهو. ماشي. طيب انا يعني هعمل نفس الحكايه كده لكل ده ونشوف ايه هنتكلم. بصوا هنا هي الميه اهي يا ولاد نظيفه. استنى اوريها لكم اهي نظيفه، بس برضو ايه لازم تتغير. وناخد بق كده ونمضمضها. ماشي، انا هجيب الفرشه وايه ونظبط مع بعض. هي مش غاليه، بس ايه بتبقى معوجه كده زي ما قلت لكم، وبتبقى سهل ان انا ايه افضل من ان انا اعمل ايدي. اهي نحط لهم برضو ايه ميه نظيفه. وطبعا احنا قلبين الطاجن. ماشي، لو في حاجه انا هكحت ده عشان في بصوا هو اذا هكحته وارجع لكم. بصوا انا كده ايه اهو كحتها بالسكينه، والبواقي دي بيبقى فيها ذره وبتاع بتنفع ايه الزرع اهو. والزبل ده اساسا يعتبر سماد طبيعي للزرع اللي عنده زرع. ماشي، وابتدي هنا احط ايه كبشه واحده بس، اللي هو مش تحتيه زغاليل. وهشتغل بقى ابتدي ان انا اعمل ايه. يعني بصوا جعان، انا اخرت عليهم النهارده. ابتدي بقى اعمل لدولد ونشوف الموضوع اللي هنتكلم فيه، موضوع مهم جدا. دلوقتي انا غيرت الميه خلاص وهم ابتدوا ياكلوا، وحتى اهو ابتدوا يرقدوا على البيض. احنا شفنا المره اللي فاتت قلنا ان ده تحتيه بيض، وقلنا في اليوم الخامس انا كشفت على البيض. ليه اليوم الخامس؟ لان العروق بتوضح على اليوم الخامس. هو بيبقى فيه سنه بسيطه على الثالث، بس الافضل ان انت على اليوم الخامس او السابع تكشف على البيض او تتاكد ان هو مخصب يعني عمران. طيب احنا قلنا الناس اللي متابعه معايا كان عندي في رقم 6 ده اللي هو الذكر العبسي والنتاية الجمعية. انا كنت مجوزاهم لبعض. وبصوا اللي بيسألني انت ليه مش موحدة الانواع، لاني انا ما جبت الحمام في البداية خالص جبته بهدف الاكل. ما كنتش فاكرة ان انا هعمل قناة وان انا يعني اختار او انقي النوعيات علشان اقدر ابيع. انا مش هبيع، يعني انا ما كنتش بهدف ان انا ابيع. احنا عندنا الناس اللي بتتابعني من بره مصر، احنا عندنا هنا بناكل الحمام عادي، لان انواعه بالنسبه لانواع الزينه رخيصه، فبناكله عادي جدا زي ما انتوا بتاكلوا الفراخ او الدجاج او باقي الطيور يعني. المهم احنا قلنا الذكر العبسي ده كان فيه مشكله، اللي هو ايه بقى؟ ان البيض ما بيطلعش مخصب. طب حد هيقول لي ما ممكن يكون السبب من النتايه. لا، مش من النتايه، لاني بدلت قبل كده او جوزته لنتايه قبل كده وحصل نفس المشكله. تمام. طب انا عملت ايه وايه الاسباب اللي بتخلي البيض ما يبقاش مخصب؟ هو طبعا في كذا سبب، مش شرط ان يبقى في مشاكل للذكر، بس انا ابتديت احلل الامور واحده واحده. وانا هقول لكم ايه اول سبب بيخلي ان البيض ما بيبقاش مخصب. لو الحمام مش راقد على البيض، يعني سواء الذكر او النتايه كده البيض مش هيخصب معاك. ده اول سبب، وده بيبقى نتيجه بقى ان الحمام بيبقى لسه اول شغل ليه، او الحمام المكان نفسه فيه حشرات فما بيبقاش مرتاح، يا اما في حد بيدخل كتير او بيزعج الحمام فما بيلقطش على البيض. ده اول سبب. تاني سبب ان في مشاكل في النتايه نفسها. خلاص احنا قلنا غيرنا النتايه، هنيجي هنا ايه لتالت حاجة، اللي هو ان المكان نفسه بالذات الانواع زي الشوامات او العبسي بيبقى عايزة مكانه واسع. وانتوا زي ما احنا قلنا قبل كده ان العين عندي 45 برضو ضيقة
على الانواع دي. فانا بقى ده اللي انا عملته، ودي اخر محاولة. اللي هو عملت ايه بقى، نقلته. انا عندي السلاكة التانية اللي في البلكونة التانية، حطيت الدكر وبص بيأكلوا نقلتهم. يبقى كده احنا هنشوف المكان، ممكن يكون الذكر مش يعني مش عارف يخسر، يعني يتكسر عني تايه كويس، او عمليه التزاوج يعني ما بتتمش في المكان عشان ضيق. فاحنا هنشوف بقى كده هو، لو ده اخر حاجه، لو برضو لقيت البيض مش مخصب بعد ما نقلت، يبقى كده الذكر خلاص فيه مشكله. فممكن بقى استخدمه لو انا جبت نوع غالي كنوع من، بصوا خلاص دول قربوا على التزاوج. بصوا دول الذكر والنتايه نفسهم بيزقوا بعض. تمام، دول خلاص على بيض كده. معلش انا بقطع في الكلام علشان اوريكم الاحداث اللي بتحصل ايه عندي. فيا اما انا خلاص هخليه تحضير لو جبت جوز غالي يعني، يا اما هبيعه لحد محتاجه يبقى محتاج قص تحضير. في حاجة كمان عايزة ألفت انتباهكم ليها، في قص بيبقى غشيم وقص بيبقى فاهم وحنين. بمعنى ايه؟ يعني انا عندي الذكر العبسي دوت حنين جدا في تحضينه على البيض، لكن غشيم. بمعنى ايه؟ يعني في قص اول ما البيض بيبقى مش مخصب او مش عمران، تلاقيه خرجه بره الطاجن. لا دوت لو قعد على طول، لو انت سبته 18 ولا 19 يوم هيرقد عليهم من غير ما يكتشف ان البيض تحتيه مش يعني مش مخصب. تمام. طيب انا دلوقتي كده هو عدى تقريبا نص ساعة، عشان وقفت الكاميرا. عدى نص ساعة. بصوا هنبص كده هنلاقي كله ايه اهو اكل هنقلب بقى الايه الطواجن اللي عارف ان انا بقى ايه بنضف يقوم الحد بالنسبة للطواجن، لكن انا بنضف السلكات يومين في الاسبوع اهو. يعني الاكياس دي على فكرة حطيها نضيف، ديت ما بقالهاش 4 ايام يعني. بصوا لو حد اهو ده كله انا منضفاه من تحت، شايفين؟ ده هو بس الكيس ده اللي انا هحوشه، وده راقد اهو القص راقد. تمام، وده اهو راقد، وده كمان ايه بس استنى نفتح الكشاف اهو هيرقد على البيض بتاعه. وبرده دي تحتيه بتاع، هو بس الفلاش ضارب فالدنيا باينه ان هي مش نظيفه قوي، لكن صدقوني انا بنضف يعني كل 4 ايام بالنسبه. وده فيه كرتونه وتحتيه برده. بصوا ده فيه زياده، انا اشيل الايه الزياده دي. ممكن دول الزياده دول، بصوا هنا عشان حطيت الكلفه زياده كده، مش مشكله. لو حتى الزغاليل سبت الاكل يعني سبت شويه اهو. بصوا لو انا فتحت الاقيهم مأكلين الايه الزغاليل اهو. بصوا شايفين؟ ولسه كمان ممكن لسه كمان هيزقوهم تاني. ودي ايه وبس. واللي واقع في الارض دوت هحاول ان انا ايه بالمقشه المه اول باول علشان ما يبقاش في الارضيه اي يعني اتساخ ولا حاجه. بصوا انا كده اهو نظفت الارضيه حتى من تحت، بحيث ان الدنيا تبقى اول باول نظيفه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ومستنيه تعليقاتكم. وبشكر جدا الناس الجميله اللي بتسال عليا لما بغيب عليكم في الفيديوهات. صدقوني غصب عني بحاول اني يعني من حين لاخر كده اصور فيديوهات واستحملوني معلش. مع السلامه.